دكتوره انا جالك هنا بعد ما تعبت من اللف على الدكاتره وتجربه الوصفات، وكمان جربت العلاج بسوم النحل واللي بيقولوا عليه العلق الطبي. فهل ممكن العلاج الطبيعي يعالج المشكله ولا هيبقى مجرد مسكن وهرتاح شويه وخلاص؟ تعالوا الاول نعرف ايه هو عرق النسا. عرق النسا مش مرض مستقل، لكنه الم ناتج عن تهيج او ضغط عصب اسمه العصب اليركي، وغالبا سببه مشكله زي الغضروف او هرنيه الديسك او ممكن شد في العضله الكمفريه او بيرفورمز. تعالوا اقول لكم على كام خرافه كده الالم اسفل الظهر ولعلاج عرق النسا او سياتيكا منتشرين حوالينا. اول خرافه معانا هي ندهن زيت الزيتون على اسفل الظهر، دي هتفك العضلات وهتسكن الالم شويه لكن مش هتعالج السبب. تاني خرافه هو سم النحل، طبعا هو مجرد مضاد التهاب لكن برضه مش هيعالج السبب، بل ممكن يدخل الجسم في مشاكل تانية زي الصدمه التحسيسيه. اما تالت خرافه فهي العلق الطبي، ولكن مفيش اي تاثير على ضغط العصب وكمان ممكن تعمل عدوى لو المكان مش متعقم ونضيف. ورابع خرافه هي الحاله النفسيه، ممكن تزود الاحساس بالالم لكن السبب الاساسي بيكون ضغط او تهيج في سياتيك نيرف مش مشاعر مجبره. اما خامس خرافه فهتصدمنا كلنا وهي الحجامه. الحجامه طبعا جميله بكل انواعها، بس هتسكن الوجع وهتريح العضلات لفتره مؤقته وهتقوى المناعه، بس للاسف مش هتفك الضغط على العصب او تعالج الغضروف نفسه. لو حابين نكمل باقي سلسله الخرافات في عرق النسا والغضروف او انواع العلاجات المختلفه قولوا لنا في التعليقات.